السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا مقطع جديد وإن شاء الله تطلعون هالفيديو بألف صحة وسلامة. واليوم جايبين لكم قصة عداوة رومان رينز وتريبل اتش. وبسم الله نبدأ. قصة العداوة كان ذا شيلد وإيفولوشن يتقاتلان لأول مرة، فتقاتلا رومان وتقاتلا ذا شيلد والإيفولوشن فأتى رومان رينز 2014 ويقف أمام الحلبة ويأتي تريبل اتش ويقول له: هل تريد أن تنضم معنا في الإيفولوشن؟ فرفض رومان رينز هذا. وأتى 2015 فأتت مباراة بين رومان رينز وشيمس على اللقب WWE، وكان شيمس صاحب اللقب، فانتصر رومان رينز. وأتى احتفال، وأتى تريبل اتش وقال له: هل تريد أن تنضم معنا في الإيفولوشن؟ وانزعج رومان رينز بهذا السؤال المتكرر، فأعطى تريبل اتش فجأة سبير، فأعادوا المباراة بنفس اللحظة. وشيمس أعطى رومان رينز بروك كيك، فثبت شيمس رومان رينز واستعاد لقبه بنفس الوقت. فهذا هذا أبكى رومان رينز في اللحظة. وتريبل اتش غضب من السبير التي أعطاه رومان رينز إياها. فهما كل لحظة يتقاتلان فيها ويلفظون بعضهم ويشتمون بعضهما. وأتت ستيفاني ماكمان وتقول: أنت ضد الإيفولوشن كاملا. فرومان رينز يوم سمع هذا الخبر لم يستغرب أو خائف، بدأ يبتسم ويضحك. وتقول: ما خطبك ستيفاني ماكمان؟ وتقول له: اخرج من الحلبة الآن. فرومان رينز خرج من الحلبة، وستيفاني تقول: تعال هناك. فرفض رومان رينز وخرج من الحلبة. فقرر رومان رينز ودين أمبروز يتوافقان ويتواعدان لضرب ذا إيفولوشن. فضربوا فتقاتلا الإيفولوشن، وانتصر رومان رينز ودين أمبروز. ومرة أخرى تقاتلا مرات عديدة، وعادوا مرة أخرى رومان رينز وستيفاني ماكمان في الحلبة. وقالت له ستيفاني ماكمان: أخيك دين أمبروز سيقاتل شيمس في قفص الحديدي. فقال رومان رينز: حسنا، أنا موافق. فبالفعل أتت مباراة دين أمبروز ضد شيمس في قفص الحديدي، وانتهت المباراة بفوز دين أمبروز بفضل رومان رينز. فغضب تريبل اتش غضبا شديدا، وأتت مباراة الرويال رامبل، وتريبل اتش أقصى رومان رينز رويال رامبل 2016، وأقصى كذلك دين أمبروز. فغضب رومان رينز هذه اللحظة ويأتون بورقة راسلمانيا. وافق رومان رينز على مباراة الراسلمانيا وتريبل اتش كذلك، وبالفعل أتت المباراة الراسلمانيا 32، وانتهت المباراة بفوز كبير وعملاق للنجم رومان رينز واستعاد لقبه. وهكذا انتهت العداوة بفوز رومان رينز. وهذه النهاية. أتمنى لكم الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات واللايك. كان معاكم محمد ومحمد جيمر اكس، ونراكم في الفيديوهات القادمة، وإلى اللقاء.